اهلا بيكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض طريقه مكرونه بشاميل سهله وكمان كريمي، وهتكون كمان بترضي جميع الاذواق عندك في صينيه واحده. بصي كده زي ما انت شايفه معايا، لازم البشاميل يكون خفيف وكريمي عشان تطلع طعمها حلو. ولو اول مره تشوفوني اعملوا لي لايك وشير. عن اول حاجه هنروح عاملين مع بعض اللحمه المفرومه. هنجيب نص كيلو لحمه مفرومه، وهنجيب حوالي 3 بصلات ونقطعهم. مش لازم خالص، مش محتاجه كبه ولا حاجه ولا حتى مبشره، لا انت هتقطعيهم زي مربعات صغيره كده اهوت زي ما انت شايفه معايا بس. ومن غير بقى توابل كتير ولا هنحط جزر ولا اي حاجه، لا احنا هنعمل لحمه مفرومه اللي هي بتاعت زمان، اللي هي بتدي طعم حلو المكرونه البشاميل الاصليه. وهتروحي جايبه حله وتحطي عليها معلقه زيت ومعلقه سمنه، وتروحي بعد كده حاطه عليها البصل وتاخديه تصفيره تصفريه، تروحي محمراه كده بس ما تغمقيهوش عشان اللحمه المفرومه ما تمررش معاكي وتدي طعم وحش للمكرونه بشاميل. الطعم الحلو في السهوله، مش لازم احط توابل كتير عشان خاطر اطلع اكله طعمها حلو، بالعكس التوابل الكتير بتضيع طعم الاكله. وكده زي ما انت شايفه معايا صفرتي البصلايه بس، وراح تحطي عليها اللحمه المفرومه. طبعا اللحمه المفرومه ما بتاخدش كتير على النار. وبكده اللحمه المفرومه خلصت معاكي. وبعد كده حطيت الملح والفلفل بس، مش هحط اي توابل تاني خالص. وبعد كده هروح جايبه حله. طبعا انا كنت سلقت المكرونه حوالي كيسين مكرونه عشان انا عامله قالب كبير. هنجيب حله هنحط فيها معلقتين سمنه كبار ومعلقتين زيت، وهنحط كبشتين زي دولت دقيق. تمام. لازم بصي حاولي تخلي الدقيق ما يبقاش مكلكع في السمنه. لو لقيتي الدقيق كتير قوي تزودي سمنه او تزودي زيت زي ما انت عايزه. زي ما انت شايفه كده بتخلي الدقيق وتروحي محمراه، بس ما تحمرهوش كتير، يعني بتاخد بس تحميره بسيطه كده اهوت زي ما انت شايفه بس. وتروحي نازله عليه باللبن، هو مش هيكلكع معاكي ولا حاجه عشان اللبن بتكوني غاليه ويكون بارد. ما تحطيش الاتنين سخنين، لو حطيتي الاتنين سخنين الدقيق هيكلكع منك. زي ما انت شايفه مش هتلاقي فيه اي كلاكيع خالص، وهتاخد غلوه واحده على النار من فوق كده اهوت، ما فيهوش اي كلاكيع خالص. زي شايفه بص طالع كريمي ازاي. وتروحي حاطه الملح والفلفل الاسود بتاعك، وشوفي انت بقى حسب طبعا لازم بتدوقيها، وتروحي مظبطاه. تروحي جايبه القالب كبير وبس كده، وتروحي جايبه المكرونه البشاميل بتحطي نص المكرونه البشاميل. طبعا هنا هيبقى فيه تكه جميله جدا، عشان في ناس مثلا ايه في البيت عندك بيحبوا مكرونه حمراء، وفي ناس بيحبوا بيضه، فمش معقوله هنقعد نعمل صواني كتير، لا احنا هنعملها كلها في صينيه واحده. انا خدت اهو الصينيه الا ربع، حطيت مكرونه فيها وحطيت معلقتين بشاميل. المهم تزودي البشاميل عشان تطلع كريمي معاكي. وتروحي حاطه اللحمه المفرومه، وبعد كده خدت بقيه المكرونه حطيت عليها بشاميل تاني ورحت حطها. والجزء اللي انا سايباه فاضي دوت انا عامله ايه، جايبه صلصه بسيطه جدا، طماطم ضربتها في الخلاط و... وعملتها زي اكنها صلصه مكرونه بس من غير بصله من غير اي حاجه خالص. حبه صغيرين وسبكتهم على النار، وبعد ما تسبكوا رحت جايبه المكرونه حطيت عليها برضو بشاميل، ورحت حاطه عليها ايه الصلصه. وشفتي كده انا عملت صينيتين مكرونه في صينيه واحده، ولا احتاجنا بقى صواني كتير والكلام ده كله، لا كله مع بعضه. بس كده تروحي عامله ايه، تروحي منزله البشاميل عليها على الوش كله اهوت وبطريقه اقتصاديه يعني، ولا احتجت ما احتجتش بقى جبنه موتزاريلا ولا احتجت حاجه. والتكه دي جميله جدا، مش هتخلي البشاميل ينشف منك وهيفضل طري معاكي. ولما تحطيه في الفرن هتجيبي بالظبط قشطه وش اللبن، حاجه بسيطه جدا، معلقه واحده وهتحطي عليها معلقه سمنه، وتروحي جايبه مثلا حبه ملح وفلفل صغيرين جدا ومثلا معلقه لبن، وهتروحي مدوباهم مع بعض كويس زي ما هتشوفي دلوقتي كده. دوبيهم مع بعض كويس تخليهم زي اكنها كريمي، او دي هتدينيها من على الوش من فوق. هتيجي تدخليها في الفرن وتخرجيها بعد ما تستوي. البشاميل هيفضل محتفظ بالطراوه بتاعته وهيفضل طري، مش هينشف منك خالص. وفي نفس الوقت هتدي وش حلو من فوق جدا، ولا تحتاجي تجيبي بقى جبنه موتزاريلا ولا تكلفي نفسك ولا اي حاجه خالص. وكده المكرونه خلصت.